السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وأشكر حضراتكم على اشتراككم عندي في القناة، وأتمنى الناس اللي ما اشتركتش تشترك إن شاء الله بإذن الله عندي في القناة. طيب النهاردة عندنا كواليس كتير، عندنا أخبار كتير، عندنا حلقة جامدة أوي أوي أوي، أتمنى حضراتكم تتابعوني لحد آخر الحلقة. هنتكلم على زيزو وفتوح، وهنتكلم على نادي الزمالك واجتماع نادي الزمالك بتاع السيد المستشار مرتضى منصور في منزله مع اعضاء مجلس ادارته، وهنتكلم على سيد عبد الحفيظ ومن السبب في اقاله سيد عبد الحفيظ، وهنتكلم على المهاجم الجديد بتاع نادي الاهلي. طيب النهارده هنبدا حلقتنا بالكلام عن كهربا والدفع الغرامه بتاع كهربا لنادي الزمالك. النهارده الفيفا طلعت قرار بمد او مهله كده شهرين لكهربا يقدر يسدد فيهم الغرامه بتاعت نادي الزمالك. احنا عارفين الكهربا كان في نيته كده 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 ما يدفعش الغرامه الا لما القيد يخلص، والقيد يقفل عشان الزمالك ما يقدرش يستفاد من فلوسه. وده طبعا انا ما كنتش اتمناه، لان انا كنت اتمنى الزمالك يستفاد بفلوس كهربا او باي فلوس تانية، او حتى البطوله العربيه عشان يقدر يدعم الفريق بتاعه، ونقدر نشوف الزمالك فريق قوي مع الاهلي ومع بيراميدز مع باقي الانديه. طيب اول قرار خده الكابتن خالد بيبو مدير الكرة في النادي الاهلي الجديد، مكان طبعا كلنا عارفين مكان سيد عبد الحفيظ، غرامه 300,000 جنيه على احمد عبد القادر للتجاوز بتاعه والكلام كتير بتاعه اللي على الميديا. واحنا عارفين ان النادي الاهلي مانع الكلام عن الميديا ومانع اللعيبه بتاعته من الموضوع بتاع الميديا ده. نتمنى بدايه موفقه للكابتن بيبو، ونتمنى اللعيبه يكون عنده حزم للعيبه، ومش عايزين الموضوع ده يكرر من اي لعيب تاني. طيب ايبوكا والكلام كتير على ايبوكا. احنا قلنا يا جماعه اللعيب ده مش جاي النادي الاهلي، احنا قلنا اللي هيجي النادي الاهلي لعيب كاميروني من اصول امريكا، هو اصوله كاميرونيه، وهو معاه الجنسيه الامريكيه وبيلعب في البرتغال. ده بنسبه كبيره جدا هيجي لو سوزا مش هيجي، واحنا قلنا سوزا لسه ما بين 50% هيجي و50% احتمال ما يجيش النادي الاهلي. الكلام ده كله لسه هيبان في الايام الجايه. لو سوزا ما جاش هيجي اللعيب اللي انا قلت لكم عليه، وكنت طلعت لكم صورته قبل كده وشفناها كلنا مع بعض. طيب احنا عارفين ان السولية خلاص بنسبه كبيره قوي ربنا تم شفاه، فيقدر يبدا ان شاء الله باذن الله المعسكر بتاع النادي الاهلي. هينضم فيه امام عاشور ويكون جاهز للمشاركه في التدريبات، وينضم ليه عمرو السولية ويكون جاهز للمشاركات، واكرم توفيق برضو ان شاء الله باذن الله بنسبه كبيره قوي هيبدا في المعسكر مع النادي الاهلي التدريبات بتاعته ان شاء الله. طب سيد عبد الحفيظ والقصه بتاعت سيد عبد الحفيظ، احنا عارفين سيد عبد الحفيظ من انجح مديرين الكوره او انجح مدير كوره عامه في مصر دلوقتي، او في الفتره اللي فاتت دي كلها في النادي الاهلي وفي مصر. احنا عارفين تم اقالته يوم الجمعه باوامر من الكابتن محمود الخطيب، وتعيين مكانه كابتن خالد بيبو. وكان كابتن خالد بيبو حاضر الاجتماع وما كانش عنده خلفيه خالص عن الموضوع ده. فعلا خالد بيبو ما كانش عنده خالص الخلفيه عن الموضوع ده. نتمنى لكابتن خالد بيبو التوفيق. والسبب الرئيسي في الموضوع بتاع سيد عبد الحفيظ هو مستر كولر حتى الايام اللي فاتت دي كلها اثبتت اللي وهو الراجل هو اللي واخد القرار بنفسه، لان هو حتى في الايام اللي فاتت دي كلها كان بيتعامل منه للخطيب، واي قرار كان عايزه او اي حاجه كان بيبعت للكابتن الخطيب مسج او يكلمه تليفونيا. نتمنى طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ التوفيق، وهو جاي له عروض كتيره قوي في الاعلام. الراجل مش عايز يشتغل ولا في شركه الكوره، ولا عايز يشتغل في لجنه التخطيط في النادي الاهلي، هو عايز يتجه او يريح نفسه من قصه الكوره دي ويشتغل في الاعلام. جاي له قناه عربيه كويسه جدا، وجاي له قناتين في القاهره ان شاء الله في مصر. نتمنى له التوفيق باذن الله، ونتمنى نشوفه في احسن حال باذن الله. طب قصه القندوسي بنسبه كبيره جدا طلع اعاره، واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده وقلنا القندوسي يا جماعه الموسم الجاي مش موجود في النادي الاهلي، لان خلاص النادي الاهلي كده عنده 4 لعيبه محترفين، واللعيب الخامس اللي هو المهاجم جاي. بس الاهلي عمره ما هيعلن عن المهاجم الا لما يشوف عقد للقندوسي ويشوف له عقد احتراف، بحيث الراجل يخرج خروج امن من النادي الاهلي، والاهلي يقدر يعلن بصفه كويسه عن المهاجم اللي جاي ان شاء الله باذن الله.
طيب نتمنى نشوف راس الحربة اللي جاي ده غير بقى الناس اللي جت عندنا في السنين اللي فاتت، لان احنا كان جالنا بادجي وربنا ما وفقوش، جالنا ابو ولي برده ما توفقش، حسام حسن ومكسر الدنيا في سموحه برده ما توفقش في الاهلي، شادي حسين يا عين لعب ماتش او ماتشين بالكتير قوي والراجل مش مقتنع بيه والراجل راح زد. فنتمنى باذن الله حد يجي يعوض لنا، حد زي فلافيو، حد زي عماد متعب، الناس اللي هي المهاجمين اللي كانوا بيخلصوا الفرص من نص فرصه. فنتمنى لهم ان شاء الله باذن الله التوفيق باذن الله. طيب مستشار مرتضى منصور عمل اجتماع كده ما بينه وما بين اعضاء مجلس اداره النادي الزمالك في منزله، وكان حاضر فيه الكابتن جمال عبد الحميد والاستاذ محمود طه والاستاذ احمد مرتضى وبسنت جوهر والاستاذ علاء مالي. واستقر على الاستاذ علاء مالي ده يكون المدير التنفيذي لنادي الزمالك، واستاذ خالد لطيف هو اللي هيدير نادي الزمالك. بس طبعا احنا في الاول وفي الاخر عارفين لو المستشار مرتضى هتبقى الكلمه الاولى والاخيره ليه هو طبعا، واللي هيقدر ينفذ الكلام ده هو الاستاذ خالد لطيف. طيب الزمالك عنده مشاكل كتير احنا عارفين، واستقر الاجتماع ده ان نادي الزمالك يقدر يبيع زيزو او فتوح او يبيع الاثنين. لو اتباعوا الاثنين دول هيقدروا باذن الله يفكوا مشاكل كتير قوي في النادي الزمالك. ما اظنش ان فتوح هيتباع، لان فتوح عايز يروح الاهلي واحنا عارفين الموضوع ده، وزي فتوح هيقدر في شهر واحد يمضي لاي فريق ويكون بعد الموسم ده اللي جاي ده فري. زيزو هو اللي عليه كلام كتير دلوقتي من انديه كتير من السعوديه وانديه كتيره من البرتغال وانديه تركيه. نتمنى طبعا ان زيزو اللي هو يروح نادي كويس يقدر يطلع فيه قدراته ويبان في قدراته ويلعب بشكل كويس بحيث يقدر يتنقل لدوريات اكبر، الدوري الفرنسي او الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني، ونتمنى له ان شاء الله باذن الله الخير. طيب رمضان صبحي والضجه اللي على رمضان صبحي. رمضان صبحي يا جماعه الزمالك للاسف في الوقت ده وفي الزنقه وفي الفلوس اللي عليه كلها والمرتبات اللي اللعيبه كلها ما خدهاش، ما اظنش ان رمضان صبحي يفكر يروح نادي الزمالك في الايام اللي احنا فيها دي. ممكن لو حد جه ماسك نادي الزمالك وعمل طفره كويسه في الفلوس وفي الاعلانات وفي الرعايه والكلام ده كله، ممكن رمضان صبحي يتنقل في الوقت ده. اما الوقت اللي احنا فيه الوقت الراهن ده ما اظنش رمضان صبحي ممكن يتنقل لنادي الزمالك او اي نادي تاني غير النادي الاهلي جوه مصر. وبيراميدز احنا عارفين اللي هو موفر الفلوس وموفر مرتباتهم في مواعيدهم، واللعيبه بنسبه كبيره جدا مرتاحه في نادي بيراميدز. طيب اتمنى ان شاء الله باذن الله اكون عند حسن ظنكم بيا، واتمنى الناس اللي ما اشتركتش عندي في القناه تشترك. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.